قول بيقول: الحب الحقيقي لا يجمع المتشابهين، الحب الحقيقي يجمع المختلفين دائما، كاثنين بينهما فارق بالعمر، أو اثنين أحدهما له ماض وآخر يحب للمرة الأولى. يعني نظرية ما بتنطبق على الجميع، ولكن لما بتفكروا فيها أنا بعتقد الاختلاف هو زي النقص. صح. بحس الحب مكمل للشخص. الحب بكملك، فأنت ممكن تدور حتى لو ما كان الاختلاف واضح، إذا بدنا نقول اختلاف بالطبقات الاجتماعية ولا فارق بالعمر ولا اختلاف عميق، بس مرات أنت مثلا انت شخص هادئ جدا بتدوري على شخص انفعالي. مرات احنا انت بتكوني مثلا شخص غير معبر، عايشة ببرود، بتلاقي شخص دافي جدا بتنجذبي له، ونفس الاشي الشخص الدافي. بحس انه الفروقات بتحقق نوع من انواع التوازن، بس انا ضد الاختلاف بالأمزجة والاختلاف بالمبادئ والأخلاق أنا والاختلاف بالميول. يعني الحب بالبداية بيكون كافي كشعور، ولكن إذا بدنا نعيش مع بعض أنا وياك لازم تكون مبادئنا متشابهة، لازم تكون اختلافاتنا بسيطة جدا، بس هي مش اختلافات بنمط الحياة وبرؤيتنا للمستقبل ولكيف منحب برافو نكون، عليكي. صح. لأنه هذا الاختلاف بيوجع الراس بعد الزواج.